صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم صينية مسقعة اقتصادية وباللحم ب8 كيلو لحمة بس ومعلقتين زيت زيتون. هتعملي صينية المسقعة الجميلة دي اللي انت شايفاها. جبت عندي البدنجان اللي انا هعمله قطعته مكعبات واحط عليه معلقتين 2 زيت زيتون، وهفضل اقلب فيه واشوح فيه لغايه ما يتحمر عندي ويدبل وتشف الميه اللي فيه. وهي دي عمليه القلي اللي كنا بنعملها. بصوا ما شاء الله تبارك الله وصل اهو للطريقه اللي احنا عايزينها القلي الكامل. هجيب بقى، جبت عندي كيس صلصه اللي معمول باللحمه العصاج، ده مفهوش بتاع 8 كيلو لحمه بس، مفهوش كتير. وهطلع عليه كيس صلصة من العادية، بس ده كده هفضل بس اقلب فيه على النار لغاية ما يشف شوية. وبعدين حطيت عليه كيس صلصة سادة خالص بس بالبصل من غير اي لحمة. وخلاص كده برضو هسيبه اقلب فيه لغاية ما يشف عندي خالص من السوائل اللي فيه، لا احط عليه زيت ولا حاجة مكان الباذنجان. وبعدين حطيت عليه سلطانية مية كبيرة، سلطانية بتاعت شوربة مية، وهفضل كده اقلب فيه. اول ما يبدأ يغلي كده معايا كنت انا حاطة البدنجان في قلب صينية، اروح واخده من الصلصه بالكبشه وارش على البدنجان وهو على البوتاجاز العين التانية لغايه ما يغلي كده ويشكشك معايا مع البدنجان وينزل سوائل والسوائل دي تشف. بعد كده هروح حاطه فين؟ في قلب البوتاجاز، فرن البوتاجاز على الشوايه. هيطلع عندي صينيه مسقعه لا تتخيليها، جميله 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 فوق ما تتصوري، رائعة جدا كده وجميلة وتشهي. بصوا، روعة روعة روعة، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. لما بنحطه في الفرن ما بيبقاش نكهته حلوة زي ما بنشوحه او نحمره على البوتاجاز. فانا عملت لكم الطريقة دي عشان خاطر الكل يعملها وعيالكم يلاقوا نفس النكهة ونفس الطعم الجميل. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات.